ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو بتشوفيني لاول مره، انا امل ميك اب ارتست من اسكندريه. لو حابه تشوفي شغلي ولوكات الميك اب اللي بعملها وصور العرايس، هتلاقيني سايبالك في صندوق الوصف لينكات الجروبات بتاعتي والبيجات بتاعتي كلها، وهسيبلك كمان رقم واتساب للتواصل عشان لو حبيتي تسالي عن اي حاجه ابعتي على الواتساب. بس كده يا بنات، ويلا بقى نشوف الريفيو بتاع النهارده ونشوف الفيديو بتاع النهارده. لو لسه مش مشتركة في القناة، اتمنى تشتركي في القناة وتنوريني وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الريفيو النهارده بقى يا بنات هيكون عن السبراي الزيت بتاع الشعر ده. هقول لكم بقى حكاية الزيت ده ايه. انا كنت في بيوتي سنتر بعمل شعري سشوار وبيبي ليس، فبعد ما خلصولي شعري يعني لقيتهم بيرشولي كده سبراي لونه اخضر وريحته حلوة قوي، وبعد ما رشوه حسيت شعري كده بقى بيلمع وشكله صحي كده، وكان شكله حلو قوي وريحته كمان تحفة. بس اتكسفت اسالهم، يعني اتكسفت اسالهم ده نوعه ايه وكده، وبعدين ما شفتش الازازه ان هما كانوا يعني ماسكينها كده، فما شفتهاش. وبعدين لما حطوها على الرف حطوها بالظهر على حظي يعني، فما عرفتش خالص اعرف ده ايه. وفضل بقى معلق معايا قوي السبراي ده، ونفسي اعرف اسمه ونفسي اعرف نوعه ونفسي اعرف اي حاجه عشان اجيبه لانه عجبني جدا. ففي مره كنت في محل ميك اب كده بشتري شويه حاجات، ولقيته محطوط، لقيت من ده يعني لقيت الحجم ده، كان في منه حجمين كمان اكبر. فافتكرت بقى شكله، يعني لما شفته افتكرت ان هو ده اللي هم حطولي منه. وسالت على سعره كده، هقول لكم سعره وهقول لكم كل حاجه. المهم ان انا الحمد لله ان انا لقيته وجبته، وعايزه اقول لكم ان انا ما كنتش لاقيه، قعدت شهور مش لاقياه ومش عارفه ده ايه اصلا، عشان حتى ادور عليه على النت وكده ما كنتش عارفه هو اسمه ايه. بعد ما لقيته في المحل وجبته بقيت كل شويه حرفيا بلاقيه على بيجي على الفيسبوك، يعني بيجي اونلاين بتبيعه. فانا جبته. بصوا ده سبراي، استنى اوريكم، هو مكتوب اهو: سبراي تلميع الشعر، يمنح لمعة صحية طبيعية للشعر الجاف والمتعطش. يعني انت لو شعرك جاف، طبعا عارفين الشعر الجاف بيبقى لونه مطفي كده وبيبقى شكله مش صحي خالص. جاف اصلا انا شعري دهني ودهني جدا كمان، يعني انا لما بغسل شعري علشان مثلا اعمله سشوار وبيبي ليس، مهما غسلته حتى لو غسلته كذا مرة، لازم وانا بعمل سشوار وبيبي ليس لازم يطلع بخار كده. ويعني انا شعري دهني جدا، طبيعته دهني. بس انا مش جايباه علشان انا شعري دهني، شعر جاف يعني او كده، لا. انا جايباه علشان هو بيدي لمعة حلوة قوي للشعر، حتى الشعر الدهني جدا زي شعري كده مفهوش اللمعة دي. فانا جبته علشان يديني اللمعة اللي انا عايزاها، وكمان ريحته تحفة جدا وبتقعد فترة طويلة، يعني بيقعدوا شوية حلوين، يعني ريحة شعرك حلوة. فانا عشان كده جبته. ده حجمه 85 ملي، فهو في منه 3 احجام، بس انا لما رحت المحل يعني وشفته كده ما رضيتش اجيب اكبر حجم او الحجم حتى الوسط، جبت اصغر حجم. قلت يعني ايه علشان انا برضو هجربه كده. هو حجمه 85 ملي، ده سعره 35 جنيه. طبعا سعره هيختلف بقى من كل بيج للتانية، بس انا بقول لكم المحل اللي انا جايباه منه انا جايباه ب35. انا مش عارفه بقى هو هيبقى بيتباع اونلاين بكام. هو ريحته حلوة قوي على فكرة، هو ريحته مش ريحته زيت زيتون خالص، يعني هو ريحته تحفة، يعني اكيد مش عارفة اوصف لكم الريحة، بس هو ريحته حلوة قوي، من الروائح اللي انا بحبها قوي في الشعر. بصوا هنا مكتوب، ثواني كده، بصوا مكتوب هنا في تعليمات الاستخدام: ترج العبوة جيدا قبل الاستخدام. امسكي العبوة على بعد 10 إلى 12 بوصة من الشعر ورشي برفق. يعني تقريبا تبقي بعد ايدك خالص عن، يعني مثلا تبقي فاردة ايدك خالص وترشي بقى على الشعر، يعني فاهمين قصدي؟ يعني انتي تبقي ماسكاه وفاردة ايدك خالص كده بعيد وترشي على الشعر من بعيد، ما يبقاش من قريب، لان لو من قريب هتزيتي الشعر جدا. وهو اصلا السبراي بيبقى مختلف عن الزيت اللي بيدهن عادي في الشعر. السبراي بيكون يعني بيدي لمعة للشعر، وفي نفس الوقت ما بيخليش الشعر مزيت كده، او هو شكلا حتى يبقى احساسه ان هو مزيت، لا هو بيبقى شكله بس طبيعي كده وفيه لمعة بسيطة، بس في نفس الوقت مفهوش زيت، يعني ما تمسكيش شعرك تلاقيه فيه زيت، انت فاهمة قصدي؟ فعشان كده تبعدي ايدك عن شعرك وانت بتحطيه. هو السبراي ده حلو قوي، انا بقالي فترة على فكرة بستخدمه، يعني بقالي فترة يعني بستخدمه على طول. لما بكون عاملة شعري مثلا بيبي ليس، او حتى لو مش عاملة شعري واخدة شاور وشعري نشف خلاص، بستعمله بدل اي حاجة تانية بحطها يعني كدهان. فهو شكله بيدي شكل حلو قوي للشعر،
وبيديه شكل لامع كده وصحي. لو انت كمان شعرك جاف هينفعك قوي السبراي ده. وزي ما قلت لكم ان هو ريحته تحفه جدا. فانا بنصحك يعني لو لقيتيه في اي حته او على اي بيج او كده وحابه تجيبيه تجربيه، هاتيه على ضمانتي والله هيعجبك قوي. بس اهم حاجه تستخدميه صح زي ما مكتوب على العبوه، علشان ما تخليش شعرك يبقى كانه مزيت او كده. وزي ما قلت لكم برده هو سعره 35 جنيه. انا مش عارفه الاحجام التانية بصراحه اسعارها ايه، لان ده اصغر حجم زي ما قلت لكم، فمش عارفه الاحجام التانية اسعارها ايه. بس لو انت هتجيبيه تجربيه، هاتي الحجم الصغير خالص ده اللي هو ال 85 مللي اهو مكتوب هنا. الحجم اللي هو ال35 مللي ده علشان يعني انت لسه هتجربيه، فهاتي الحجم الصغير علشان تجربيه. وبصوا هو الاتوميزر بتاعته زي ما انتوا شايفين كده زي اي بخاخ سبراي يعني. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان برضه عشان تخلوا بالكم. هو مكتوب هنا ثواني، مكتوب هنا محتويات العبوه قابله للاشتعال بدرجة كبيرة كمان يعني. فخلي بالكم قوي برضو من النقطة دي، حاولوا تبعدوه عن الأطفال أو كده عشان ما تضمنوش برضو الأطفال بيفكروا في ايه ولا ممكن يعملوا ايه، فخلي بالك برضو من النقطة دي. بس كده يا بنات، ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبك. لو عجبك بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان لما انزل فيديو يجيلك اشعار ان انا نزلت فيديو، ده لو حابة تشوفي يعني فيديوهاتي. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير يا بنات في فيديو جديد، وباي باي.